اللي في الصورة ده اسمه وائل، أشهر مدرس في أسيوط، واستغل شطارته في علم النفس وهو بيخطط لجريمته، وعرف في وقت قليل جدا إنه يتعرف على ناس زيه، ولاد أبلسة. هنسمع حكايته في القصة. 2013 ده تاريخ الجريمة، لكن القصة نفسها تبدأ من 2004. وائل شاب في بداية حياته مقيم في محافظة أسيوط، وتحديدا في أبو تيج، وأول ما يتخرج يشتغل مدرس على طول، وتحديدا لمادة علم النفس في واحدة من أشهر المدارس في أسيوط. وفعلا كان متميز جدا في المادة دي، وقدر في وقت قليل يثبت وجوده في المدرسة. كل المدرسين اللي كانوا معاه في نفس المدرسة كانوا شايفينه شخص ناجح جدا، لدرجة إنه خلال شغله كان بيحضر ماجستير في علم النفس، وده من كتر حبه في النفس واللي ممكن تخبيه النفس البشرية. وكان ملفت للانتباه جدا، لأن شطارته وتميزه اللي كان فيه كان بيقول إن الشخص ده هيكون ليه مستقبل كبير. ومن ضمن الناس اللي كانوا مهتمين بيه ومعجبين بيه جدا مدرسة معاه في نفس المدرسة اسمها حنان، مدرسة جميلة ومحترمة، وكل زمايلها اللي معاها بيقولوا عليها كده. وخلال وقت قليل بدأت نظرات الإعجاب بين وائل وبين حنان تزيد وتبان أكتر، لحد ما وائل اتقدم لها وطلب إيديها للجواز، وحنان وبشكل سريع وافقت عليه لأنه شخص مميز جدا. وخلال وقت قليل يتم الجواز بينهم في وسط حب ودعم من العيلتين. العيلتين كانوا بيحبوا وبيحترموا بعض جدا، وحنان قررت من بداية الجواز إنها تكون الشخص اللي بيساعد وائل في حياته إنه ينجح أكتر، وعلشان كده كانت بتساعده في دراسة الماجستير بتاعته. والأهالي في أسيوط من كتر حب الطلبة في المدرس وائل كانوا بيطلبوا منه دايما إنه يدي أولادهم دروس خصوصية. وبالنسبة لوائل دي كانت فكرة جميلة جدا علشان يقدر يزود دخله، وحنان كانت بتشجعه جدا في كل الخطوات دي. لكن وائل مجرد ما بقت الفلوس معاه أكتر بدأ يزيد معاها الطمع والجشع أكتر، لأنه لقى إن الوقت اللي بيضيعه هو بيتحرك من بيت للتاني علشان يدي لطلبة دروس خصوصية يقدر في الوقت ده يدي عدد دروس أكتر. وعلشان كده قرر إنه يتفق مع واحد من المراكز التعليمية في أسيوط، وتبقى هي دي المكان اللي بيدي فيه الدروس الخصوصية، فيبقى قاعد في مكانه والطلبة هي اللي تجيله لحد عنده وياخد الدروس بتاعتهم بناء على الجدول اللي كان بيحطه أستاذ وائل. وبكده تبقى المكاسب المالية بقت أكتر بكتير. وبعد ما يمر شوية وقت الوضع في حياة وائل بقى كالتالي: يخلص شغله ويرجع على بيته لمدة ساعة بالظبط، بعد كده ينزل ويفضل قاعد بقية اليوم جوه المركز التعليمي. والوضع ده بدأ يضايق حنان، لأنه وائل فعليا ما بقاش موجود في الحياة خالص. بس حنان كانت بتسكت، لأن الوضع اللي كانوا فيه تحديدا بعد ما ربنا رزقهم بطفلين أكيد بقى محتاج مصاريف زيادة. ودي كانت دايما الحجة أستاذ وائل كان بيقولها لها، إنه بيعمل كده علشان يقدر يكفي مصاريفه ومصاريف الولاد ويقدر يعيشهم في وضع أحسن بكتير. وتمر السنين لحد ما نوصل لسنة 2008، وحنان تكتشف إن وائل عنده مجموعة من العلاقات النسائية، وعرفت كمان إن معظم الوقت اللي بيكون فيه بره البيت مش دايما بيكون جوه المركز التعليمي. وكان معاها أكتر من دليل إن وائل على علاقات نسائية متعددة. لكن الغريب وبخبرة وائل في علم النفس قدر يخلي حنان تحس بتأنيب الضمير، وقلب الترابيزة عليها وحسسها إن المشكلة عندها هي، لأنها بقت مهتمة بالولاد وبس، وهي مش واخدة بالها منه خالص. وفي الوضع ده حنان قعدت تدور إزاي تبرر له المشكلة اللي هي عملتها. بس بعد ما فاقت من اللي قاله لها، الستات برضو ما بتغلبش، ففكرت في فكرة تقدر من خلال الفكرة دي إنها تحقق التوازن بين كل الأطراف، تبقى هي مبسوطة ووائل مبسوط والولاد كمان مبسوطين. والفكرة هي إن كل الدروس وحياة وائل كلها هتتم في مكان واحد في بيتهم اللي هيعيشوا فيه، ويعمل فيه جزء مركز تعليمي خاص بيه ويستقبل الطلبة بتوعه، وكله يحصل قدام عين حنان وتحت سيطرتها الكاملة. ولما تعرض الموضوع ده على وائل ما يلاقيش أي حجة يقدر يرفض بيها الفكرة دي، وفعلا يوافق وينفذه. وتمر سنة كاملة بعد ما ياخدوا الشقة الدور الأرضي ويعيشوا فيها ويعمل فيها جزء مركز تعليمي خاص بيه، والدنيا ماشية كويس جدا. لكن بعد شوية تحصل مشكلة عند وائل، إن عدد الطلبة عمال يزيد أكتر، وبقى عنده مشكلة في استقبال الطلبة وتحديد المواعيد وترتيب وتنظيم الوقت بينهم. فضروري يكون في حد مسؤول عن تنظيم وترتيب المواعيد، وكمان يمسك الحسابات الخاصة بالطلبة مع المدرس وائل. وهنا يجي دور السكرتيرة الجميلة
هتيجي تمسك لوائل كل شغله وهتبقى مقيمة معاهم في الشقة، وده طبعا شكله طبيعي قدام كل الناس لأن المركز التعليمي أصلا جوه الشقة. والحقيقة إن السكرتيرة دي كانت على علاقة بوائل لمدة 7 سنين، بس طبعا حنان ما كانتش تعرف عنها أي حاجة، ولأن السكرتيرة دي كانت قريبة جدا منه فكانت عارفة كل حاجة في حياته، وكانت عارفة دخله المادي، وكانت عارفة مشاكله مع حنان. والعلاقة بين وائل وبين السكرتيرة ما كانتش علاقة عادية ولا حتى علاقة عاطفية عابرة، دي كانت علاقة غير شرعية وبتتمرجح. كانت بتغير جدا على وائل وعندها غيرة طبيعي من السكرتيرة، ولكن لم يكن متوقعا أبدا إن ده شكل العلاقة بين وائل وبين السكرتيرة بتاعته. وتمر سنين كمان لحد ما نوصل لسنة 2013، وتحديدا في شهر 8 حنان وهي قاعدة في بيتها عادي فجأة يجي لها مجموعة من الرسائل الغرامية من رقم غريب وهي مش مسجلاه عندها، والرسائل دي تكتر يوم بعد يوم، ولما تحاول حنان تكلم الرقم ده دايما تلاقيه مقفول. ولما وائل يوصل البيت ويشوف الرسائل دي بنفسه يعمل معاها مشكلة كبيرة ويتهمها إنها على علاقة بحد، وياخد منها التليفون ويحاول يكلم الرقم أكتر من مرة قدامها لكن دايما الرقم مقفول. وبعد يومين ترجع الرسائل تجيلها تاني، بس الرسائل مضمونها إن الشخص ده على علاقة بحنان وعلاقة غير شرعية. فوائل يعمل مشكلة كبيرة مع حنان، وبسبب المشكلة دي حنان تسيب له البيت وتروح تقعد عند أهلها، وبعد أسبوع يتصالحوا وكل حاجة ترجع زي الأول وأحسن. ووائل يوعدها إنه مش هيشك فيها تاني وإنه متأكد إنها كويسة. ويمر شهر كامل والدنيا مستقرة جدا وهادية ومفيش أي مشاكل بين وائل وبين حنان، لحد ما يجي يوم وائل يصحى الساعة 7 الصبح في ميعاده الطبيعي ويلبس وينزل يروح المدرسة بتاعته. والمفروض إن حنان كانت تصحى بعده بحاجة بسيطة علشان تنزل هي كمان تروح على شغلها، وتيجي الساعة 8 الصبح وبنتهم اللي اسمها سارة اللي عندها 9 سنين في الوقت ده تصحى من النوم بالصدفة لأن ده مش ميعادها الطبيعي. وسارة عارفة إن باباها ومامتها في الوقت ده بيكونوا هما الاتنين خرجوا وراحوا على شغلهم، لكن يلفت انتباهها إن مفتاح البيت بتاع مامتها موجود في باب الشقة من جوه، وده معناه إن مامتها ما نزلتش من البيت وإنها لسه موجودة جوه. فتدخل عليها أوضة النوم فتلاقيها نايمة على السرير وفي بقها حتة قماش مبلولة، وشكل مامتها غريب جدا، جسمها مليان علامات زرقاء وشكلها غريب، ده غير إن في أماكن جوه أوضة النوم شكلها مبعثر وكأن الحاجات اللي موجودة وقع على الأرض. البنت تحاول تصحي مامتها أكتر من مرة لكن تلاحظ إن مامتها ما بتتحركش وشكلها غريب جدا، فتنهار سارة وتقرر إنها تكلم والدها على طول ويرد عليها وهو جوه المدرسة ويسمع منها ويتصدم من اللي بيسمعه، ويقول لها إنها تكلم جدتها على طول على بال ما هو يسيب المدرسة ويرجع تاني على البيت. البنت فعلا تعمل كده وفي نفس الوقت تصحي أخوها اللي تلاقيه نايم في مكان تاني غير مكانه الطبيعي. فأول ما يصحى من النوم فيقول لها إنه صحي بدري ولقى باباها واقف في وسط الشقة وشكله عادي، بس لما شافه صاحي من النوم خلاه يبص على مامته ويطمن عليها، وبعد كده قال له يدخل ينام لأن لسه الدنيا بدري جدا. وفجأة جدتها في نفس الوقت يجي لها تليفون من واحد صوته غريب جدا بيقول لها إنه قتل بنتها وإنه عايز 50,000 جنيه، يا إما هيقتل ولادها الاتنين ويقتل كمان جوزها وائل. ويقفل الخط والتليفون يتقفل بعدها على طول. وائل يوصل البيت ويكلم رجال الأمن على طول ويبلغهم إن مراته مقتولة، فيتحركوا رجال الأمن ومعاهم مجموعة من خبراء المعمل الجنائي، وأول ما يوصلوا يعرفوا إنهم قدام جريمة قتل وجريمة سرقة. ويلفت انتباه رجال الأمن في مسرح الجريمة بعض الحاجات. أولاً إن مفيش أي آثار عنف واضحة في دخول الشقة، لا في الأبواب ولا في الشبابيك لأنهم ساكنين في الدور الأرضي. ثانياً وجود مفاتيح الأم في الباب من جوه وكأنها مش عايزة أي حد يدخل من بره، وده معناه إن هي اللي فتحت الباب. والنقطة الثالثة والأهم إن واضح على رقبة حنان علامات الخنق وفي نفس الوقت في فوطة مبلولة موجودة في بقها. ورابع حاجة إن كل الذهب بتاعها اللي موجود في البيت لقوه مسروق، وكل الفلوس اللي كانت في شنطتها أو في الدولاب لقوها مسروقة. واضح إن اللي عمل كده منظم ومرتب نفسه كويس جدا، ده غير إن خبراء المعمل الجنائي قدروا يلاقوا بصمة غريبة موجودة في أكتر من مكان في الشقة. وبعد ما عينوا مسرح الجريمة بالكامل تخلص يتم إرسال جثة حنان على الطب الشرعي، وفي نفس الوقت يبدأ رجال الأمن في التحقيقات وجمع الأدلة والاستماع للشهود. وجريمة السرقة منطقية لأن أستاذ وائل معروف جدا هناك ومعروف إنه غني بيشيل فلوس جوه البيت وبشكل يومي. وفي فترة التحقيقات والاستماع لأقوال جوزها وائل أكد إنه ما بيتهمش أي حد وإنه ما عندوش عداوات ولا هو ولا مراته مع أي حد، لكن كان لافت انتباهه إن في رقم غريب بيبعت رسائل لمراته، بس الرقم ده على طول مقفول، وإن مضمون الرسائل اللي الرقم ده كان بيبعتها لك
مش مريح. رجال الأمن يفهموا من كلام وائل إنه عايز يقول بس على استحياء إن مراته احتمال تكون على علاقة بحد وهو اللي عمل كده. رجال الأمن كتبوا الملاحظة المهمة دي، لكن كملوا الاستماع لأقوال وائل اللي قال إنه نزل الساعة 7 الصبح وبعدها طلع على فرن العيش واشترى عيش، وبعدها طلع على محطة البنزين، وبعدها راح على الشغل بتاعه وقعد هناك لحد ما بنته كلمته. يكمل رجال الأمن جمع المعلومات واللي يعرفوه من خلالها إن في خلافات كانت مستمرة بين وائل وبين حنان، وإن في ناس كتير جدا كانت شاهدة على الخلافات دي. ولما يفحصوا تليفون حنان يلاقوا فعلا إن في رقم غريب كان بيبعت لها رسائل غرامية. فيقسم رجال الأمن نفسهم لمجموعة كبيرة من فرق البحث، لأن هدفهم إنه لازم يحلوا القضية دي ويعرفوا مين صاحب البصمة الغريبة الوحيدة اللي في البيت. ويوصل تقرير الطب الشرعي واللي بيقول إن تكويل حنان كان قرب شوية على الوفاة بوقت قليل، وإن عندها كسر في عظمة الرقبة نتيجة للضغط بقوة عليها، وده تسبب في الخنق وهو ده سبب الوفاة. وبرغم إن في آثار مية موجودة بسبب قطعة القماش اللي موجودة، لكن ملهاش أي علاقة بسبب الوفاة، وكأن اللي عمل كده بعد ما حنان ماتت. ده غير إنهم لقوا آثار صابون موجودة على إيد حنان، فعرفوا إن غالباً اللي قلع حنان الدهب استخدم حاجة تسهل له خروج الدهب من إيد حنان. ده حد رايق جداً وشغال على مهله. ويوصل في نفس الوقت قايمة المسروقات اللي حصلت في الشقة، ويلاقوا إنه تم سرقة 1000 جنيه من شنطة حنان وبعض المشغولات الذهبية اللي اتكتبت بالتفصيل في ورقة البحث. وتوصل أهم معلومة لرجال الأمن، والمعلومة دي من بنته الصغيرة سارة اللي عندها 9 سنين، واللي هي تعتبر اللي اكتشفت الجريمة. وفي وسط كلامها قالت لرجال الأمن إن حنان والدتها كانت بتغير على باباها جدا من السكرتيرة. وهنا رجال الأمن شكوكهم كلها تتأكد، لأنهم كانوا حاسين إن وائل له علاقة بالموضوع ده بشكل مباشر، برغم إنه كان عارف يمثل الانهيار كويس جدا. وأول حاجة عملها رجال الأمن إنهم اتأكدوا من سمعة حنان كويس جدا، وعملوا بحث عنها كامل، وعرفوا إنها ملهاش أي علاقة غير شرعية مع أي حد. ده غير إن الرقم اللي بعت لحنان الرسائل دي لم يتم استخدامه في أي حاجة تانية غير الرسائل دي. ده غير إنهم لقوا إن نفس الرقم ده بعت لحنان رسالة في نفس يوم الجريمة، وده نفس الوضع اللي لقوه مع الرقم اللي كلم جدة الأولاد بعد الوفاة اللي قال لها إنه قتل بنتها وإنه عايز 50,000 جنيه. برضه لقوا الرقم ده مقفول وإنه لم يتم استخدامه إلا في المكالمة دي. فواضح جدا إنها خطة مدروسة كويس قوي. فيقرر رجال الأمن إنهم يعملوا تتبع لخط السير اللي قاله وائل يوم الجريمة بالظبط، ويكتشفوا إن كل اللي قاله وائل فعلا حصل. بس في حاجات غريبة جدا كمان حصلت. وائل لما راح لفرن العيش تعمد يتخانق مع الناس اللي واقفة علشان العيش ما كانش عاجبه، ولما راح لمحطة البنزين اتخانق جوه المحطة برضه لأنه تعدى بعربيته طابور العربيات اللي واقف بحجة إنه متأخر على المدرسة. ولما راح المدرسة لأول مرة وائل يعزم صحابه على العصير، وبرغم إنه غني جدا لكن معروف إنه بخيل وما يعملش كده. فتوصل تأكيد لرجال الأمن إن وائل كان متأصل يثبت وجوده في كل مكان راحه، وده من خلال إنه يعمل مشكلة أو يسيب أثر. ولأنه عارف إن ناس كتير في البلد عارفينه، فسهل جدا يفتكروا الواقعة اللي حصلت. ده غير إن رجال الأمن اتأكدوا إن وائل على علاقة غير شرعية مع السكرتيرة، ويتم عمل تتبع وحصر للمكالمات اللي طلعت من تليفون وائل. فيكتشف إن يوم الجريمة والساعة 7:15 صباحاً إنه كلم واحد اسمه محمد خلف وشغال سمكاري، مكالمة غريبة مع شخص غريب في وقت أغرب. فيتم جمع المعلومات عن محمد خلف ده، ويكتشف رجال الأمن إنه عليه سوابق إجرامية. فيواجه رجال الأمن وائل بالمعلومات اللي وصلوا لها دي، فيظهر عليه علامات التوتر، لكن كان عنده قدرة غريبة إنه يعرف يتحكم في نفسه. وقال إنه كلم محمد السمكري الصبح علشان لما يخلص يومه في المدرسة هيعدي عليه علشان يعمل له شوية حاجات في العربية، وده تصرف ممكن يبان إنه طبيعي. لكن برغم اللي قاله ده رجال الأمن أقرت إنها تتحفظ عليه، وتتحرك قوة من رجال الأمن علشان يقبضوا على محمد خلف، وأول ما يشوفوهم يعترف على طول إنه هو اللي عمل كده. بس كل ده بتخطيط من الأستاذ وائل. فيتم القبض عليه وعمل مطابقة للبصمة بتاعته، ويلاقوه هي البصمة اللي موجودة في مسرح الجريمة. ولما وائل
المدرس المحترم يقول إنه ما يعرفش أي حاجة عن محمد خلف، وإن العلاقة بينهم مجرد علاقة شخص عادي وسمكري، وإنه ما يعرفش أي حاجة عن الجريمة اللي محمد خلف بيتكلم عنها. فمحمد يصدمه إنه كان مسجل كل المكالمات اللي بينهم بالصوت، ده غير إنه كان مسجل كل اللقاءات اللي حصلت بينهم برضه بالصوت. ونسمع إيه اللي حصل بالظبط قبل ارتكاب الجريمة ب4 شهور. العلاقة بين وائل وبين السكرتيرة بتاعته كانت مستمرة وشغالة عادي، لكن في لحظة السكرتيرة طلبت منه إنهم يوقفوا كل العلاقات اللي بينهم، وإنها رافضة تعيش معاه بالشكل ده، وخيرته بين حاجتين: يا إما هي يا إما حنان. ولأن وائل مسيحي الديانة، فولا كان ينفع يتجوز السكرتيرة ولا كان ينفع يطلع حنان، فقرر إنه هيتخلي من مراته علشان يتجوز السكرتيرة بتاعته، وبدأ يخطط وينفذ الجريمة بتاعته في 4 شهور كاملين. أول حاجة قام بشراء خط هاتف، ويبدأ بإرسال رسائل مجانية لمراته حنان، علشان لما الجريمة تحصل رجال الأمن يشكوا إن حنان على علاقة بحد، وإن هو اللي عمل معاها كده. وتاني حاجة عملها إنه طلع على الجبل في أسيوط، في منطقة موجود فيها ناس اسمهم المطارين، والناس دي بيرتكبوا أي جريمة عادي، مش فارق معاهم أي حاجة. لكن بسبب بخل وائل والرقم القليل اللي عرضوا عليهم علشان يقتلوا مراته، فالناس دي رفضت تستقبل وائل ورفضت تسمعه من البداية. فلما ينزل من الجبل يقرر إنه هيلاقي طريقة تانية، وكمل بقية الخطة لحد ما يلاقي الشخص اللي هيقتل مراته. بدأ في الفترة دي يقنع حنان مراته إن عندها أرق وعندها مشكلة في النوم، وإنها لازم تاخد أدوية منومة، وخلاها إنها تنزل بنفسها الصيدلية هي اللي تشتري الأدوية دي. وخلال الوقت ده كان بيدور على شخص مناسب علشان يقتل له مراته، فوصل لمحمد خلف السمكري، واللي عرف عليه بالصدفة، وعرف إنه عنده مشاكل مالية. ولما قعد معاه شوية عرب عليه إنه محتاج منه خدمة غريبة شوية، إنه يقتل مرات واحد صاحبه. وكان وائل ما بيتكلمش خالص عن مراته، لكن محمد خلف لأنه عنده سوابق إجرامية والمعلومة دي ما كانش يعرفها وائل، كان شاكك إن وائل بيتكلم عن مراته، وعلشان كده قرر إنه يسجل لوائل كل حاجة، بس ما كانش بنية إنه يبلغ عنه وسلمه للعدالة. محمد خلف عمل كده علشان يفضل يبتز وائل بالتسجيلات دي، ويفضل ياخد منه فلوس، وقال لا يجوز الغسل قبل توقيع العقد الجريمة بكام يوم، ويبدأ يعرفه إنه معاه تسجيلات صوتية ليه. لكن محمد خلف اتفاجئ إن وائل مرتب كل حاجة وعايز كل الخطوات تتم بسرعة، واتفق وائل مع محمد إنه هيديله 2000 جنيه مقابل إنه يقتل مراته. وده بعد ما وائل اعترف لمحمد إن فعلا الضحية دي هتكون حنان مراته، وإن غير ال2000 جنيه هيديله أي دهب حنان لابساه اليوم ده، وأي دهب موجود في الدولاب هو هيطلعه بنفسه. وفي يوم تنفيذ الجريمة وائل يكلم محمد الساعة 16:15 الصبح، ويقابله في الشارع ويدخله معاه البيت بنفسه، ويطلب منه إنه يدخل أوضة النوم على مراته. ومحمد لما يدخل يلاقي وائل داخل عليه بحتة قماش مبلولة، ويطلب منه إنه يخنقها. بس محمد يلاحظ إن في علامات زرقاء كتيرة موجودة على جثة حنان، ده غير كمان إن المية اللي وقعت عليها من حتة القماش المبلولة ما أثرتش خالص في حنان، فجاله شك إن حنان فعلا ميتة. فمحمد فكر ساعتها إنه كده معلوش بقى دي جريمة لأنه ما عملش حاجة أصلا. فخد ال2000 جنيه من شنطتها، وخد الدهب اللي موجود في الدولاب. ولما جاموا يطلعوا الدهب اللي في إيديها معرفوش. يون المدرس المحترم يدخل الحمام ويجيب صابونة علشان تساعدهم إنهم يخرجوا الدهب من إيد مراته. وفي وقت تنفيذ الجريمة ابن وائل فعلا يصحى من النوم، لكن وائل يخبي محمد خلف على جنب ويقابله بمنتهى البرود ويخليه يطمن، ويبص على مامته إنها نايمة وهي في الوقت ده كانت مقتولة، ويطلب منه إنه يدخل يكمل نومه لأن الدنيا بدري جدا. وبعد ما يخلصوا كل حاجة يطلب من محمد إنه ينزل ويستناه في مكان بعيد، وبعدها وائل ينزل ويروح الفرن ومحطة البنزين والمدرسة، وفعلا يسيب أثر ليه في كل مكان علشان رجال الأمن تتأكد إنه ما كانش موجود في البيت وقت وقوع الجريمة. وبعد ما قتل مراته وعمل فيها كده ويخلص كل مشاويره البعتقة، يقابل محمد خلف ويديله خط التليفون علشان يكلم حماته، ويقول لها اللي قاله في التليفون إنه قتل بنتها ومحتاج 100,000 جنيه. وفي نفس الوقت وائل يمسك الخط التاني ويبعت رسائل غرامية لمراته. وبعد المحاكمات وفترات طويلة، لأن وائل كان بيحاول يثبت طول الوقت إنه ملوش أي علاقة بالموضوع، يتم إصدار حكم الإعدام عليهم هما الاتنين سنة 2016. هما الاتنين سواء وائل أو محمد كانوا بيخططوا لبعض، وحنان وأولادهم
ملهمش أي ذنب إنه يقع في شخصية مريضة مثل هذا، أو لا علاقة بكلمة المعلم اللي المفروض بيخرج أجيال. وبالنسبة لمحمد خلف، حياته كلها اتدمرت علشان خاطر 2000 جنيه. تخيل تدمر حياتك وتضيعها علشان كده بس. القصة دي والتخطيط اللي عمله وائل ومحمد خلف فعلا تخطيط أبلسي. اللي في الصورة دي إلهام، والتانية فاطمة. والطبيعي إن الاتنين ما اتجمعوش مع بعض، لكن وقت المصالح الدنيا بتتصالح. والفكرة إنهم عملوا كماشة على واحد، ويا ويله اللي يقع بين 2 ستات زي دول. الكماشة، هتسمع القصة بأدق تفاصيلها. 2015 في الشرقية، وتحديداً في واحدة من القرى هناك. ده تاريخ ومكان الجريمة، بس علشان نفهمها محتاجين نرجع ل8 سنين لورا، ومحتاجين نركز في تفاصيل كتير. والمشكلة إن في القصة دي هنسمع حاجات ممكن تكون بتحصل في بيوت كتير، وضروري نحاول نفهم من التفاصيل اللي هنسمعها إن في حاجات ممكن تخرب بيوت، وده بغض النظر إن في ناس كده واطيين. يلا نفهم إيه اللي حصل في الكماشة. 2007 في الشرقية، وفي واحدة من القرى هناك. محمود شاب عنده 27 سنة، والده متوفي من فترة طويلة، ومن ساعة وفاة والده والدته هي المسؤولة عن كل حاجة عنه وعن أخته. ووالده لما توفى ساب لهم ورث كويس، بيت كبير عبارة عن 3 أدوار، وكان شريك في أرض مع أخواته اللي يبقوا أعمام محمود وأخته. والعلاقة بين العيلة كانت كويسة جدا. ولما محمود وأخته خدوا نصيبهم من الورث، سابوا الأرض لعمامهم هم اللي يديروها، وعلى آخر السنة بياخدوا نصيبهم من المكسب اللي بيجيلهم من الأرض الزراعية. ومن ساعة وفاة والدهم، محمود مود وأخته ووالدته عايشين مع بعض في كل التفاصيل، والحياة بينهم فيها تداخل زيادة عن اللزوم. وأخت محمود تبقى أقرب حد ليه، وما بياخدش أي خطوة إلا لما ياخد رأي أخته ورأي أمه. ومحمود من وهو صغير في السن كان رافض يشتغل في الزراعة، وقرر إنه يشتغل عامل في واحدة من أشهر الصيدليات اللي هناك. وكانوا معروفين في وسط القرية اللي عايشين فيهم إنهم ناس محترمة جدا وهاديين وفي حالهم. والكلام ده كان لحد سنة 2007. الحياة هادية وما فيهاش أي مشاكل، لحد ما محمود قرر يتجوز بعد ما شاف فاطمة جارتهم لما كبرت شوية. البنت كانت جميلة جدا، وعيلتها ناس طيبة وغلابة. ومن كتر ما كانت فاطمة دي فعلا جميلة جدا، شباب كتير في القرية كانوا بيتمنوها. بس لما محمود قرر إنه هيتجوزها، طبعا راح الأول قال لأخته ولوالدته، بس هم وافقوا عليها. وسبب إنهم وافقوا لأن البنت بنت جميلة وعيلتها ناس محترمة، بس كانوا كمان شايفين إن ابنهم يستاهل واحدة شبه دي تبقى جميلة وتليق عليه، لأنهم زي ما بيقولوا كده القرد في عين أمه غزال. لأن محمود ما كانش جميل قوي، كل الفكرة إنه كان معروف في القرية بتاعتهم إنه شاب محترم، بس كان غني. وكلمة كان غني دي كانت فرق مع ناس كتير. محمود ما كانش مكمل تعليمه، وكان مكتفي بوظيفته كعامل في صيدلية، وبيعتمد بشكل أساسي في الدخل المادي على الفلوس اللي بتجيله من الورث اللي سايبه أبوه. غير كده محمود ما بيعملش. وفاطمة لما عرفت إن محمود عايز يتجوزها وافقت على طول. البنت كانت واضحة جدا في طلباتها، على الأقل الراجل غني ومعاه فلوس وهيضمن لها مستقبلها، وعلشان كده ما كانش فارق معاها أي حاجة تانية. الراجل عنده بيت وعنده حتة أرض، فأكيد ظروفه المادية هتبقى كويسة جدا. وفي أقل من سنة محمود يتجوز فاطمة في الدور الثالث في البيت بتاعهم، لأنهم كانوا أصلا مشطبين الشقة على مزاجهم. محمود في الدور الثالث، ووالدته في الدور الأول، وأخته في الدور الثاني. بس أخته لحد دلوقتي ده ما كانتش متجوزة. ومشكلة فاطمة في بداية الجواز هو تدخل والدته وأخته زيادة عن اللزوم. تقريبا هما اللي شطبوا الشقة والفرش على مزاجهم، بحجة إنهم عارفين ابنهم بيحب إيه ويكره إيه. بس فاطمة كانت ذكية شوية وسكتت، وقالت تأول علاقة لحد ما تاخد اللي هي عايزاه بعد كده. لحد ما تكتشف فاطمة موضوع جديد، وإن مفتاح الشقة بتاعتها نسخة منها موجودة مع والدته ومع أخته، وبيدخلوا الشقة وقت ما يحبوا، وبيعملوا اللي هم عايزينه بمزاجهم. فاطمة كل ده برغم إنها متضايقة، بس كل شوية بتفكر في الورث والبيت وحتة الأرض. ولما يمر سنة يكون ربنا رزقهم بأول طفل ويطلع ولد، ولأنهم خلفوا ولد ففاطمة طمنت كده خلاص على الورث، لأن الولد هيورث أبوه. بس تبدأ مشاكل من نوع تاني، إن الأم والأخت بدأوا يتدخلوا في تربية الولد وفي كل حاجة. ومحمود للأسف في الفترة دي
كان سلبي جدا وما بيتدخلش في أي حاجة. يصحى الصبح بدري وينزل على الصيدلية بتاعته ويخلص على الساعة 5 المغرب ويرجع البيت. والحقيقة إن محمود ما كانش فارق معاه المشاكل اللي بتحصل بين مراته وبين أخته وبين أمه. كل اللي كان فارق معاه إنه يعيش في هدوء ومش عايز مشاكل. بس فاطمة لما تعاشرهم 3 سنين تعرف كل حاجة عن محمود، وتعرف إنها طول ما قاعدة في البيت ده ولا هتاخد حق ولا باطل. فقعدت تقنع محمود إنه يسيب الشقة دي أو يبيعها ويشتري بيت جديد ويكتبه باسم ابنه. بس المشكلة إن محمود لما خد رأي أمه وأخته طبعا رفضوا الاقتراح ده، فاقترحت عليه فاطمة حاجة تانية، إنه يبيع جزء من ميراثه في قطعة الأرض وإنه يفتح مشروع خاص بيه ويشتغل منه، وبدل ما يبقى عامل في صيدلية يبقى راجل عنده مشروع خاص بيه. وطبعا فاطمة كانت عاملة حسابها إن المشروع ده هي اللي هتسيطر عليه، بس برضه فكرة المشروع فشلت بسبب أمه وأخته. صحيح تدخل أمه وأخته ما كانش حلو، بس فاطمة كمان نيتها ما كانتش صافية قوي. ولما والدة محمود بدأت تحس إن فاطمة بتحاول تبعده عنهم، قررت إنها تركز معاها زيادة عن اللزوم، وبدأت تعلق في كل حاجة، في النظافة وفي الأكل وفي اللبس وفي كل حاجة. وساعتها فاطمة عرفت إن كده خلاص العلاقات باظت على الآخر. وعرفت كمان إن كده خلاص هي اتحطت في دماغهم، ومهما تحاول تصلح مفيش أي فايدة. بس المشكلة الأكبر اللي عند محمود إنه كان دايما بيلاحظ نظرات غدر في عين فاطمة، وكان حاسس إن فاطمة دي أول ما هتتملك منه حاجة هتغدر بيه هو شخصيا. وطبعا ده غير إن الزن على الودان أمر من السحر، وإن والده وأخت محمود طول الوقت بيتكلموا في ودنه إن فاطمة إنسانة مش كويسة. ونوصل لسنة 2011 ومحمود يطلق فاطمة، وبعدها تاخد الولد وتروح تعيش في بيت أهلها. بس تتصدم فاطمة لما تعرف إن محمود كتب الشقة اللي كانوا عايشين فيها باسم والدته، فواضح قوي إنه مش عايز ابنه يورث فيه. وهنا فاطمة تحس إنه اتغدر بيها، وإن سبب الطلاق الحقيقي هو أخته وأمه. وفي نفس الوقت بعد بيع الشقة دي مش هيبقى ليها أي حاجة هتستفيدها من الجوازة دي، فلازم تاخد حقها بأي طريقة. ويمر 6 شهور على الطلاق، ومحمود وهو قاعد في الصيدلية اللي شغال فيها يشوف إلهام جارته اللي كانت متجوزة واتطلقت ومش معاها أطفال، وساعتها يعجب بيها ويقرر إنه يتجوز إلهام. والمعلومات اللي كانت عند إلهام إن محمود ده راجل غني ومعاه فلوس، وإنه لما طلق فاطمة اللي هي ساكنة في نفس المنطقة ده علشان فاطمة سنت مش كويس. وفي نفس الوقت إلهام كانت كل اللي بتفكر فيه هو برضه طمع في الفلوس، ما كانتش عارفة هي داخلة على إيه. ولما والدة محمود وأخته عرفوا إن محمود عايز يتجوز إلهام وافقوا على طول. أولاً إن ابنهم لازم يعيش حياته، ثانياً إن فاطمة طليقته تعرف إن ابنهم مرغوب وأي واحدة تتمناه. وفي أول سنة 2012 محمود وإلهام يتجوزوا في نفس الشقة بنفس الفرش، بس الفرق بين فاطمة وبين إلهام إن إلهام كانت أذكى منها بكتير. أول ما دخلت البيت عرفت إنهم هم الذين يناضلون من أجله. خلت العلاقة معاهم حلوة جدا علشان تعرف تكمل حياتها معاه وتكسب اللي هي عايزاه، واستحملت تدخلهم في الحياة وسكتت. بس بعد شوية اكتشفت إن عندها مشكلة في الخلفة، وهنا طبعا هيبقى عندها مشكلة كبيرة. إزاي مش هيكون ليها ولد من محمود، وإزاي مش هتضمن حقوقها في أي حاجة؟ فقعدت تطلب من محمود إنه يجي معاها عند الدكتور علشان يحلوا لها المشكلة بتاعتها، ومحمود يوعدها إنه هيعمل كده، بس طبعا مكبر دماغه. بس كل ده إلهام ساكتة ومش عايزة تتكلم. وفي الوقت ده إلهام تعرف إن فاطمة طليقته رفع عليه قضية لأنه ولا بيصرف على ابنه ولا ليه علاقة بحاجة. وفي نفس الوقت أخته محمود وأمه كانوا على طول بيتكلموا لإلهام عن فاطمة إنها إنسانة مش كويسة. بس طبعا مش عارف المشاكل دي وتعاشر البيت ده كمان. تعرف إن فاطمة دي احتمال تكون اتظلمت، ومع العشرة ومرور الوقت إلهام عرفت خلاص هيسيبوها تعمل أي حاجة هي عايزاها، وفي نفس الوقت برضه ما خلفتش. فبدأت تسأل نفسها سؤال، طب هي كده استفادت إيه؟ وفي نفس الوقت اللي إلهام بتفكر كده فاطمة برضه كانت قاعدة في بيت أهلها وبرضه بتفكر كده، وعمالة تحط خطة تعرف تكسب منها وتاخد حق ابنها زي ما هي عايزة، بس تاخد الحق بالعافية. ومحتاجة علشان تنفذ الخطة دي يكون حد موجود في بيت محمود بتثق فيه ويبقى عنده نفس الأسباب، عايز ياخد حقه بالعافية.
وطبعا كانت إلهام، بس المشكلة هنا هتتكلم معاها إزاي؟ ولو اتكلمت هتقول لها على اللي بتفكر فيه ده إزاي؟ فاطمة ما كانتش عارفة إن إلهام وصلت لنفس الحالة بالظبط. ويمر كام يوم ونوصل لبداية سنة 2014. فاطمة طول الوقت ده كانت بتراقب إلهام في كل تحركاتها، وعرفت كويس بتنزل السوق إمتى وبتقعد قد إيه وبتروح إمتى، واستنتها في اليوم 10 علشان يلتقي الإلهام وتتكلم معاها. وأول ما شافتها طلبت منها إنهم يقعدوا مع بعض، والحقيقة إن الاتنين كان عندهم طمع في الورث بتاع محمود، وفي نفس الوقت عندهم طار بايت مع أمه وأخته. عايزين يخلصوا منه وفي نفس الوقت عايزين يحصروا قلب أمه وأخته عليه، ولأن المصالح بينهم مشتركة فقعدوا مع بعض وسمعوا كل حاجة. وطبعا في أول يوم فاطمة حكت على تفاصيل كتير تخلي أي حد يشوفها غلبانة وتصعب عليه، وعلشان كده قعدت تسمعها وعرفت قد إيه إنها اتظلمت من محمود ومن العيلة دي. واكتشفت فاطمة في نفس القعدة دي إن إلهام عندها نفس المشكلة، اتجوزت محمود علشان طمعانة في فلوسه، بس بعد كده اكتشفت إنها مش هتطلع منه بأي حاجة. ويتفقوا وقتها إنهم يفضلوا أصحاب من غير ما حد يعرف حاجة. وفي نفس الوقت فاطمة عندها خطة قوية جدا هتقولها لإلهام في الوقت المناسب. والسبب اللي خلى فاطمة ما تقولش الخطة لإلهام في الأول لأنها كانت محتاجة تطمن لإلهام الأول. إلهام لما روحت على البيت وفكرت في الكلام حست إنها عايزة تاخد حقها وتحصر قلب أمه وأخته عليه. وفاطمة ما كانتش متخيلة إن إلهام أصعب منها بكتير في موضوع الانتقام. وتاني يوم على طول إلهام تبعت رسالة لفاطمة إنها عايزة تشوفها وتفهم منها الخطة. وبعد ساعة بالظبط يتقابلوا وفاطمة تبدأ تحكي الخطة بتركيز. الأول لازم إلهام تخلي علاقتها بمحمود اليومين اللي جايين كويسة جدا، وفي نفس الوقت تحاول تخلق أي مشاكل بين محمود وبين أي حد من الجيران بحجة إن الشخص ده كان بيعاكسها أو قال لها كلمة مش حلوة. المهم إنه يحصل خناقة بين محمود وبين أي حد من الجيران. والجزء التاني إن إلهام تقول لمحمود إنها لقت كذا فار في البيت وعايزة تخلص منهم، فتطلب منه بصفة عامل في صيدلية إنه يجيب سم قوي جدا علشان تقتل الفئران. وفاطمة قالت لها إن صاحب الصيدلية بيثق فيه جدا فهيدينه في سم من غير ما يشك في أي حاجة. وطلبت فاطمة من إلهام بعد ما تنفذ الخطوتين دول تستنى علشان تعرف باقي الخطة هتمشي إزاي، بس الشرط إنه ولا حد من الناس يعرف إنهم على علاقة ببعض. وإلهام تبدأ تنفذ الخطوة الأولى وتعمل مشكلة مع واحد من الجيران ومحمود فعلا يتخانق معاه، بس إلهام تحب تجود وتخلي المشكلة مشكلتين، فتتخانق مع واحد تاني ومحمود برضو يعمل مشكلة مع التاني. فكده ظهر قدام الناس إن محمود اتخانق مع جاره لأن جاره ده عاكس مراته أو قال لها كلمة مش حلوة. المهم إنه يحصل خناقة بين محمود وبين أي حد من الجيران. والجزء التاني إن إلهام تقول لمحمود إنها لقت كذا فار في البيت وعايزة تخلص منهم، فتطلب منه بصفته عامل في الصيدلية إنه يجيب سم قوي جدا علشان تقتل الفئران. وفاطمة قالت لها إن صاحب الصيدلية بيثق فيه جدا فهيديله السم من غير ما يشك في أي حاجة. وطلبت فاطمة من إلهام بعد ما تنفذ الخطوتين دول تستنى علشان تعرف باقي الخطة هتمشي إزاي، بس الشرط إن ولا حد من الناس يعرف إنهم على علاقة ببعض. وإلهام تبدأ تنفذ الخطوة الأولى وتعمل مشكلة مع واحد من الجيران ومحمود فعلا يتخانق معاه، بس إلهام تحب تجود وتخلي المشكلة مشكلتين فتتخانق مع واحد تاني ومحمود برضو يعمل مشكلة مع التاني. فكده ظهر قدام الناس إن محمود اتخانق مع جاره لأن جاره ده عاكس مراته أو قال لها كلمة مش حلوة، وكده يبقى الخلاف اللي بين محمود وبين جاره بسبب الغيرة والشرف. وبعدها إلهام تطلب من محمود إنه يجيب سم قوي لأنها لقت فئران وعايزة تخلص منهم، وفعلا محمود يعمل كده ويجيب لها تركيبة قوية جدا، بس طبعا ما كانش فيه فئران. وإلهام احتفظت بكل السم لحد ما تسمع باقي الخطة من فاطمة. ويكون مر شهر وكل الناس شايفة إن علاقة إلهام ومحمود بقت قوية جدا. في كده تكلم إلهام فاطمة وتعرفها إنها كده أثبتت ولائها في كل حاجة، وإنها نفذت أول خطوتين من الخطة ومحتاجة تعرف باقي الخطة ومحتاجة تفهم الأول هي هتستفيد إيه. فاطمة تقول لها باقي الخطة إنهم هيقتلوا محمود ويخفوا الجثة وهيتم اتهام الناس اللي محمود عمل معاهم مشكلة، وغالبا مش هيتم حل القضية دي وهما الاتنين خارج كل الحسابات. والفايدة هتكون إيه؟ لما محمود يموت ابنه من فاطمة هيورث، لأنها عرفت بعد كده إن محمود كمان كان عايز يكتب نصيبه في الأرض لأمه علشان ابنه ما ياخدش أي حاجة، ولما تاخد نصيب ابنها هتدي الإلهام فلوس وكده الكل هيستفيد. وإلهام تفرح جدا أولا لأنها هتاخد فلوس، وثانيا إنها هتحصر قلب أمه وأخته عليه.
وتتفق فاطمة وإلهام على يوم تنفيذ الجريمة، وفعلا اليوم ده إلهام تصحى بدري زي ميعادها الطبيعي، فتحضر الفطار وتحضر له العصير اللي تحط له فيه كل كمية السم. واختاروا اليوم ده تحديدا ليه؟ لأن أخته معروف في اليوم ده بتسافر لناس قرايبهم باستمرار، وكده البيت كأنه فاضي، لأن والدته ست كبيرة ومش هتركز قوي، فهيتحركوا بكل هدوء وعادي جدا. طبعا إلهام فوق تخلص كل حاجة وفي نفس الوقت تنزل، وفاطمة مستنياها ومعاها شوال علشان يحطوا جثته في الشوال، وبعد كده ينزلوا يرموه في الترعة. بس اتصدمت بعد ما نزلت، لأنها بعد ما حطت السم لمحمود ومات لفته في سجادة وحطته في الصالة، ونزلت الصبح عادي قدام الناس كأنها رايحة السوق. بس لما نزلت من البيت لقيت إن أخت محمود موجودة، وعرفت بالصدفة إن محمود وهي متفقين هيتقابلوا الصبح علشان يسافروا مع بعض. فعرفت ساعتها إن محمود ما كانش قايل لها على الاتفاق ده مع أخته. ولما أخته محمود شافتها الصبح نازلة لوحدها وإن محمود اتأخر ومنزلش، فسألتها عن أخوها. إلهام طبعا كان شكلها مرتب جدا، بس مسكت نفسها وقالت لها إن محمود رجع متأخر بالليل لأنه سهر مع ناس صحابه، وإن لما صحي الصبح علشان يروح الشغل لقى نفسه تعبان، وقال لها إنه مش هينزل اليوم ده خالص، وإن إلهام لما لقيته تعبان قررت إنها تنزل السوق وتعمل له أكلة حلوة. أخت محمود تستنى نص ساعة بس وجواها شك من كلام إلهام ومن طريقتها، فتاخد مفتاح شقته وتطلع على فوق، فتلاقي إن في سجادة موجودة في الصالة، والسجادة دي ملفوفة. فلما تقرب منها تلاقي أخوها ميت وملفوف في السجادة. ساعتها تصوت والناس يتلموا وتبلغ رجال الأمن في وقتها. واللي حصل إن إلهام بعد ما نزلت من البيت كلمت فاطمة وحكت لها على المصيبة اللي حصلت، وما كانوش عاملين حسابها، فقرروا إن هما الاتنين يهربوا. ولما أخت محمود تبلغ رجال الأمن يتعمل تحريات أمنية عن إلهام ويتم القبض عليها، وساعتها تعترف بكل حاجة ويتم القبض على فاطمة. ومن التحقيقات يعرف رجال الأمن إن فاطمة العقل المدبر، وإن إلهام هي اللي نفذت. وبعد التحقيقات يتحكم عليهم هما الاتنين بالإعدام. تدخل الأهل زيادة عن اللزوم مش حلو وبيعمل مشاكل كتير في معظم البيوت. صحيح فاطمة وإلهام كانوا داخلين على طمع، بس أهل محمود حولوا الطمع اللي عندهم ده لانتقام، وبقى شيء أصعب بكتير. ربنا يرحم محمود ويصبر ابنه اللي ملوش دعوة بأي حاجة حصلت. 2024 في محافظة البصرة داخل العراق الحبيبة. ده تاريخ ومكان الجريمة، بس خلينا نرجع كام سنة لورا علشان نعرف مين دكتورة سارة العبودة وليه قضيتها اتحولت لقضية رأي عام. سارة العبودة بنت واحدة من أكبر العائلات في محافظة البصرة، بنت أخلاقها عالية جدا ومشهورة بكده، وعائلتها من العائلات المحترمة واللي سمعتها كبيرة جدا. ومن وهي طالبة في المدرسة عندها حلم تكمل حياتها العملية في مجال التدريس، تبقى دكتورة في الجامعة أو معيدة. المهم بعد ما خلصت الدراسة دخلت كلية التربية في جامعة البصرة، وعلاقتها بكل الطلبة كويسة جدا. ومن أول يوم ليها في الجامعة كان عندها هدف في دماغها إنها تطلع دكتورة في نفس الكلية بتاعتها اللي هي كلية التربية في جامعة البصرة، وبعد مرور أول سنة تنجح بامتياز. والنجاح ده كان علامة كده ليها إنها فعلا هتحقق حلمها. حتى الدكاترة اللي كانوا عندها في الكلية كانوا شايفين إن سارة العبودة مميزة جدا وسهل أوي تبقى دكتورة في الجامعة. حتى أصعب الدكاترة هناك كانوا شايفين كده، واللي هو الدكتور ضرغام عبد السلام، معروف عنه إنه صعب جدا في التعامل وطريقته مع أغلب الطلبة كانت وحشة جدا، ومعروف عنه كمان إنه متعالي على الناس وعلى زمايله، وكان صعب إن حد يعرف يعمل معاه مشكلة. وده مش علشان هو دكتور في الجامعة، الموضوع كان ليه أبعاد أكبر من كده بكتير. المهم برغم إن تعامل دكتور ضرغام مع باقي الطلبة كان وحش جدا، لكن تعامله مع سارة العبودة كان كويس قوي، وده لأنه كان معجب بيها وكان بيساعدها في أي حاجة سارة تسأل عنها. وسارة ما كانتش في الأول عارفة إن ضرغام معجب بيها، كل اللي كانت شايفاه إنها مجرد طالبة في الجامعة وهو دكتور هناك، ودكتور قديم، فكانت شايفة إنه بس معجب بيها لأنها طالبة مجتهدة جدا في دراستها. المهم تكمل سنين الدراسة بتاعتها وهي متألقة ومتميزة زي ما هي. بس بعد شوية دكتور ضرغام يفتحها في الموضوع ويقول لها إنه معجب بيها بسبب إنه متجوز وعنده أولاد.
وبسبب كمان وضعه السياسي. ونركز قوي في الكلمة دي، ما كانش ينفع يبقى الجواز ده في العلن، فطلب منها إنه لو عمل كده يبقى الجواز في السر. وسارة اتصدمت جدا من اللي سمعته من دكتور درغام، الدكتور بتاعها اللي في الجامعة واللي أكبر منها ب25 سنة. فكانت ذكية جدا في طريقة الرفض بتاعها، وقالت له إنها مش بتفكر في الجواز خالص إلا لما تحقق الحلم اللي بتحلم بيه. والدكتور درغام يحاول يظهر بشخصية الدكتور الجميل المحترم اللي بيحترم كمان طموح سارة التعليمي، وعلشان كده يقرر إنه يسيبها شوية وبعد كده يفتحها في الموضوع تاني. وسارة تقفل معاه الكلام دلوقتي على اعتبار إنها مش بتفكر في الجواز خالص لحد ما تاخد الدكتوراه. وتمر السنين وسارة تتخرج من كلية التربية، وهنا الحلم هيبدأ يتحقق. بس في نفس الوقت الإعجاب اللي عنده دكتور درغام لسه موجود زي ما هو. وفي الفترة دي دكتور درغام كان عادي جدا ممكن يأذي أي طالب أو طالبة أو يأذي دكتور جامعي، عادي جدا مش فارق معاه أي حاجة. بس لأنه كان بيحب سارة جدا فما كانش عايز يأذيها أو يضايقها في أي حاجة، وكان متخيل إن سبب الرفض فعلا إن عندها طموح في الدراسة وإنها تبقى دكتورة في نفس الجامعة. علشان كده لحد اللحظة دي دكتور درغام ما يجيش جنبها خالص. والحقيقة إن دكتور درغام ما كانش حد يجرؤ يرفض له طلب، وده بسبب نفوذه القوي وتواجده السياسي الغير طبيعي. وده لأن أخته تبقى مرات محافظ البصرة، وأخته دي كان ليها تواجد ونفوذ غير طبيعي، وكانت بتتواجد في كل المناسبات كأنها هي المحافظ بالظبط. المهم سارة بعد ما تخلص الدراسة بتاعتها تسافر على واحدة من الجامعات في إيران، وتاخد من هناك درجة علمية تساعدها أو التدريب. ولما ترجع على كلية التربية في جامعة البصرة وتتعين هناك أستاذ مساعد. وهنا يبدأ الحلم اللي عند سارة يتحقق. وفي نفس الوقت عيلتها كلها كانت فخورة بيها جدا، ومن ضمن الأقسام اللي كانت سارة مسؤولة عنها في الوقت ده هو قسم الأرشيف. وقررت ساعتها إنها تعيد تنظيم القسم ده بطريقة علمية وبطريقة أحدث، وفعلا تبدأ سارة تعمل كده. وكل ده ولسه دكتور درغام بيحبها جدا، ولما فتحها تاني في الموضوع برضه سارة ترفض بطريقة ذكية، ولا عايزة تضايقه ولا عايزة الأذى يجي من خلاله. المهم وسارة بتعيد الترتيب بتاع الأرشيف، يقع تحت إيديها أوراق مهمة جدا فيها كمية فساد مالي وإداري صعب جدا، والفساد ده متورط فيه عدد كبير من الشخصيات ومنهم الدكتور درغام. ولأنها عارفة إن أخته تبقى مرات المحافظ فقررت إنها تتصرف بهدوء، فأخدت نسخة من كل الأوراق على اللابتوب بتاعها وعلى الموبايل، وقالت إنها لازم تهدى خالص قبل ما تعمل بلاغ بالفساد. ولما قعدت مع ناس قريبين منها وبدأت تحكي لهم على اللي موجود في الورق ده، نصحوها إنها تقفل الموضوع وملهاش دعوة بالقصة دي خالص، وسارة تسمع كلامهم. بس يجي تفكير إنه طالما دكتور درغام بيحبها، طب ما تقرض معاه وتتكلم وتحكي له على اللي شافته. بس طبعا سارة ما كانتش عارفة إنها بتعامل شيطان. وفي الوقت ده وبالصدفة شاب محترم جدا في نفس الجامعة يتقدم علشان يخطب سارة العبودة، والشاب ده كان محترم قوي. وقصة إنه عايز يخطب سارة العبودة انتشر في الجامعة بطريقة كبيرة شوية، وبسبب قوة ونفوذ دكتور درغام وتواجد عدد كبير من الجواسيس اللي شغالين عنده، فعرف منهم إن سارة وقعت على أوراق بتدينه هو شخصيا بالفساد المالي والإداري. بس المشكلة إن رد فعله كان عادي جدا، وكان عارف إن هو هيقفل الموضوع بأي شكل من الأشكال، لدرجة إن الجواسيس دول وهم بينيلوا له المعلومات ما كانش فارق معاه إلا لما سمع موضوع واحد بس، إن في شاب اتقدم علشان يخطب دكتورة سارة العبودة، فده معناه إنها رفضت الدكتور درغام لأسباب تانية غير اللي كان فاهمها. فبقى عنده مشكلة كبيرة إنها إزاي ترفضه وكمان معاها أوراق تدينه بالفساد. ويبدأ دكتور درغام في عمل مكالمات كتير، لأنه واضح إن الموضوع بالنسبة له كان كبر على الآخر. وفي نفس الوقت أخت الدكتورة سارة كانت أقرب حد ليها، فكانت بتحكي لها كل حاجة من أول ما دكتور درغام طلب منها الجواز لحد أوراق الفساد اللي هي لقيتها. بس طول الوقت ده الحياة ماشية عادي وما فيهاش أي مشاكل، لحد ما نوصل لليوم اللي كل حاجة فيه تتغير. الساعة 7 صباحاً تنزل دكتورة سارة من بيتها وتاخد معاها والدها وأخوها، وتوصل والدها على شغله وأخوها على المدرسة، وهي بعدها تطلع على الجامعة بتاعتها وتمر عدد ساعات عادي لحد ما نوصل للساعة 12:05. وعايزكم تركزوا كويس في الساعات دلوقتي جدا. الساعة 12:05 توصل رسالة من سارة العبودة لأختها بتقول لها إن في واحد زميلها في الجامعة وقالت لها على اسمه بيهددها بالقتل، وإن الشخص ده متورط من ضمن الأشخاص في أوراق الفساد اللي هي لقيتها. بس تتصدم أختها لأنه بعد كام دقيقة توصل رسالة تانية بتقول لها إن دكتور درغام كتر خيره
سلفها فلوس علشان تسافر وتهرب خالص من الأزمة دي، وبتطلب من أهلها إنهم يسدوا الفلوس دي لدكتور درغام اللي واقف معاها وساعدها وكتر ألف خيره. بس بعدها بكام دقيقة توصل رسالة تالتة من سارة العبودة، بس الرسالة دي كانت غريبة جدا، بتقول لها إنها هتسافر على بغداد وهتتجوز هناك من شاب غني مرتاح ماديا، وإنها مش عايزة أهلها يقلقوا عليها ولا يسألوا عنها خالص، وهي لما تستقر تماما هتتصل بأهلها وتقول لهم عنوانها فين. وبعدها تليفون سارة يتقفل تماما. أخت سارة تجري بسرعة على والدها وتوري له الرسائل دي، والراجل طبعا يقلق عليها جدا ويقعد يتصل بيها كتير، بس التليفون على طول مقفول. والحقيقة إنهم كانوا قلقانين على بنتهم جدا، لأن طريقة كلامها في الرسائل غريبة جدا، وفي نفس الوقت بنتهم مستحيل تهرب على بغداد علشان خاطر تتجوز. فيطلعوا بسرعة على الجامعة، بس يكتشفوا إن سارة ما راحتش أصلا اليوم ده. دكتورة سارة العبودة اختفت تماما وملهاش أي أثر. يطلع أهل سارة على طول على رجال الأمن ويعملوا بلاغ بالاختفاء، ويوروهم ال3 رسائل اللي اتبعتت من تليفون سارة العبودة، وهم متأكدين إن في حاجة غلط في الموضوع. وساعتها رجال الأمن تتحرك على طول، وكمان أهل وقبيلة سارة ينزلوا يدوروا عليها في كل مكان، ملهاش أي أثر. بس على الساعة 5 المغرب رجال الأمن بلغوهم إنهم لقوا عربية سارة مركونة في مكان بعيد جدا، سواء عن الجامعة أو عن البيت. ولما فتحوا العربية لقوها فاضية تماما، ولا شنطتها ولا شنطة اللابتوب. ال3 رسائل اللي اتبعتوا من تليفون سارة العبودة، وهم متأكدين إن في حاجة غلط في الموضوع. وساعتها رجال الأمن تتحرك على طول، وكمان أهل وقبيلة سارة ينزلوا يدوروا عليها في كل مكان، ملهاش أي أثر. بس على الساعة 5 المغرب رجال الأمن يبلغوهم إنهم لقوا عربية سارة مركونة في مكان بعيد جدا، سواء عن الجامعة أو عن البيت. ولما فتحوا العربية لقوها فاضية تماما، ولا شنطتها ولا شنطة اللابتوب ولا الموبايل بتاعها، والركنة بتاعت العربية طبيعية جدا. فهل فعلا سارة سافرت بغداد زي ما قالت في الرسالة الأخيرة بتاعتها اللي بعتتها لأختها ولا لأ؟ وفي الوقت اللي رجال الأمن بتدور عليها كان وصل بلاغ غريب جدا من قوات حرس الحدود اللي بتفصل بين العراق وإيران. البلاغ ده بيقول إن كاميرا مراقبة بالصدفة صورت راجل والست كانوا واقفين بالعربية جوه الصحراء وفي مكان غريب، وكان ناير بينهم حوار بطريقة غريبة، وواضح قوي إن اللي واقف في المكان ده متمرس وعارف هو واقف فين، لأن كاميرا المراقبة اللي جايباه كانت تبعد أكتر من 7 كيلو، فهو متأكد إن مفيش حاجة هتصوره في المكان ده. والمشهد كان كالتالي: راجل وست واقفين بيتكلموا بكل هدوء، وبعدها الراجل يروح شنطة العربية ويطلع سلاح ويقرب من الست ويكمل كلامه، وفي أقل من دقيقة يضربها بالسلاح بكل هدوء. الست تقع والراجل يركب العربية بتاعته ويمشي. قوات حرس الحدود تتحرك بسرعة، بس الراجل للأسف كان خد العربية بتاعته ومشي. ولما وصلوا هناك لقوا جثة الست مرمية على الأرض وراسها شبه متهشمة، بس للأسف الست دي ما كانش معاها أي حاجة تثبت شخصيتها، وفي نفس الوقت التصوير ما كانش مبين خالص مين الست دي ومين الراجل ده. المهم البلاغ ده يلفت انتباه رجال الأمل، لأن الوقت اللي اختفت فيه دكتورة سارة هو نفس الوقت اللي البلاغ بتاع قوات حرس الحدود ده يوصل. فلما يطبقوا شكل الجثة يكتشفوا إنها تشبه الدكتورة سارة العبودة، فتتحرك رجال الأمن ويعينوا الجثة بنفسهم علشان يتأكدوا إنها فعلا جثة سارة العبودة. كل ده بيحصل ولسه أهل الدكتورة سارة العبودة فاكرينها مختفية، محدش فيهم يعرف إنها اتقتلت في الصحراء واتقتلت كمان عند الحدود. فيتم استدعاء لجنة فنية لفحص كاميرا المراقبة، وفي نفس الوقت يحاولوا يتعرفوا على الشخص اللي كان موجود معاها يبقى مين، لحد ما يقدروا يحددوا منه الدكتور درغام. فتتحرك قوة أمنية بسرعة ويتم القبض على الدكتور درغام، وساعتها يبلغوا أهل الدكتورة سارة إنها اتقتلت، بس ما يقولوش مين اللي عمل كده. والمشكلة هنا إن دكتور درغام عنده نفوذ سياسي قوي، وعنده لجان إلكترونية قادرة تتحكم في الرأي العام، والأهم أخته تبقى مرات محافظ البصرة. يا ترى الراجل ده هيتحاكم إزاي؟ وعلى تاني يوم أهل سارة يعرفوا إن اللي قتل بنتهم هو الدكتور درغام. وكانت صدمة كبيرة من الكل اللي دكتور درغام يعمل فيها كده، وليه يختار المكان البعيد ده علشان ينفذ الجريمة بتاعته. والغريبة كمان إن جامعة البصرة ما عملتش ساعتها أي نعي للدكتورة سارة، وكان مطلوب إنه يحصل تعتيم إعلامي للقضية دي، وطبعا أهلها كانوا خايفين إنه ده يحصل فعلا،
تحديداً إن الدكتور درغام زي ما قلنا عنده نفوذ سياسي قوي جداً، والمفاجآت اللي لقوها خلى الكل يتأكد إن دي جريمة سياسية وإن مستحيل تكون جريمة القتل دي لأي سبب من الأسباب. أولاً الطلقة اللي تم استخدامها من نوع محرم دولياً اسمه خارق حارق، بيدخل الجسم وينفجر جوه، وده علشان يضمن الشخص إن اللي قدامه ده هيموت من طلقة واحدة بس. تاني حاجة استدراج الدكتورة سارة للمكان والبيته، هو صاحب الدرجات متأكد إن مفيش كاميرات مراقبة في المكان ده، وما كانش يعرف إن الكاميرات اللي موجودة على الحدود تقدر تجيب من مسافات بعيدة قوي، وعلشان كده كان واضح إنه عنده معلومة إن المكان ده محدش هيسمع عنه خالص. ده غير إن الطريقة اللي كلم بيها الدكتور درغام وكاميرا المراقبة جايباه واضح إن ده شخص متمرس، وإنه بعد ما خلص ساب جثتها كده عادي في الصحراء، هو متأكد إن محدش هيوصل لها، وإن الموضوع كله هيتم تحلل الجثة أو أي حيوان مفترس ياكلها والموضوع يخلص. فواضح إن الراجل ده متمرس على الموضوع ده. بس الأخطر كمان إنهم لقوا التليفون بتاع دكتور سارة مع دكتور درغام، بس التليفون كان ممسوح تماما من كل حاجة، واللابتوب بتاعها كمان مختفي. اللابتوب ده اللي كان عليه أوراق الفساد المالي والإداري اللي دكتورة سارة العبودي لقيتهم، وتبدأ التحقيقات اللي طبعا كانت تحت ضغط من الرأي العام في الشارع العراقي، وفي نفس الوقت تبدأ معاها الإشاعات اللي بتحاول تأثر على توجيه الرأي العام. والإشاعات دي كانت صعبة جدا، والإشاعة الأولى اللي طلعت إن الدكتورة سارة والدكتور درغام أصلا متجوزين، بس متجوزين في السر ومحدش يعرف، وإنها بقت حامل منه، فكانت بتطلب منه طول الوقت إنه يعلن الجواز بتاعهم، فلما بدأت تهدده فخدها في المنطقة دي وقتلها علشان تموت بالسر بتاعها. بس طبعا الكل أنكر الإشاعة دي لأن سمعة الدكتورة سارة كانت معروفة جدا عند الكل. ده غير كمان إن المعلومات أكدت إن ولا هي اتجوزته ولا كانت حامل، فالهدف من الإشاعة دي هو تشويه سمعة الدكتورة سارة. والإشاعة التانية اللي بدأت تطلع إن دكتور درغام أصلاً عنده مرض نفسي، بس المشكلة إن الإشاعة دي محدش صدقها، لأن ده راجل دكتور جامعي كان لحد قبلها بيوم بيحكم على مشروعات التخرج وبيحكم على مشاريع الدكتوراه. إزاي الراجل بيدرس قبلها بيوم وتاني يوم وبقدرة قادر يبقى عنده مرض نفسي؟ وعلشان كده حتى الإشاعة دي محدش صدقها. واللي عرفوا رجال التحقيقات إن دكتور درغام ده مش سهل خالص، هو وقت تنفيذ الجريمة والطريقة كمان قتلها الساعة 11:19 دقيقة بالظبط. والرسايل اللي اتبعتت من الموبايل بتاع الدكتورة سارة الساعة 12:05، وده معناه إنه هو اللي بعت الرسايل دي، وكان هدفه إنه يشتت الأمن ويشتت أهل الدكتورة سارة. ده غير إن الناس بدأت تربط بين الجريمة دي وبين جرائم تانية حصلت لطالبات في نفس الجامعة، وهي جامعة البصرة، اختفوا وملهمش أي أثر. والجرائم دي كلها اتأيدت ضد مجهول. والأهم إن كل محاولات اللي حصلت علشان تغير الرأي العام فشلت، وناس كتير بدأوا يتكلموا عن قضايا الفساد سواء لدكتور درغام أو لأخته. وعلشان كده يبدأ التحقيقات مع دكتور درغام ويتكلم ويقول اللي حصل. دكتور درغام اعترف لرجال الأمن إنه كان بيحب سارة العبودية جدا، وإنه لما عرف إن في شاب اتقدم لها علشان يخطبها واحتمال إنها توافق عليه اتضايق قوي. إزاي ترفضه هو وتوافق على الشاب ده؟ وساعتها قرر إنه ينتقم منها، فاستناها الصبح قبل ما تروح على الجامعة، واتصل بيها وقال لها إنه عايز يتكلم معاها شوية. ففعلا ركنت عربيتها وركبت معاه، فخدها على الطريق المقطوع ده بين الحدود بين إيران والعراق. وساعتها اتكلم معاها شوية، ولما لقاها مصرة على رفض الجواز منه طلع المسدس وضربها وماتت في ساعتها. وللأسف مفيش أي كلام اتقال عن الأوراق اللي لقيتها دكتورة سارة، ولا اللابتوب بتاعها اللي مختفي تماما، ولا الموبايل بتاعها اللي اتمسح منه كل حاجة. وبعد ما تخلص التحقيقات يتحكم على دكتور درغام بالإعدام. والحقيقة إن ده يقول لنا إن مفيش حد فوق القانون، وإن عدل ربنا أهم من أي حاجة. وواضح جدا إن قضية سارة العبودية فيها أسرار، وإن جريمة القتل بالطريقة دي وبالأسلوب ده صعب تكون بسبب الغيرة. ربنا يرحمها. قصتنا النهاردة هتودينا لمدينة نابولس بفلوريدا. المدينة كانت عبارة عن منتجع فخم على الساحل الغربي للولاية، وكانت بتتصنف وقتها إنها أعلى مدينة في أمريكا من حيث عدد المليونيرات بالنسبة لعدد السكان.
وكانت مشهورة بالصيد وملاعب الجولف والهدوء. ولكن على حدود الساعة 9 الصبح يوم 9 يوليو 1985 الهدوء ده اتحول لكابوس. يومها في كومباوند مقفول حوالين ملاعب جولف كانت عايشة سيدة غنية جدا اسمها مارجريت بنسون. مارجريت كان عندها 62 سنة وكانت وريثة أكبر إمبراطورية تبغ في أمريكا. يومها مارجريت كان بتجهز تخرج بعربيتها مع أولادها الثلاثة، ولكن فجأة الناس اللي كانوا في ملاعب الجولف سمعوا صوت انفجار ضخم رج المكان كله. سحابة سودة طلعت من عند مدخل بيت مارجريت بنسون، العربية الشيفورليه بتاعت العيلة ولعت. وبعد لحظات من الانفجار حصل انفجار تاني في نفس العربية. الإسعاف والشرطة وصلوا البيت، ولكن المنظر كان في منتهى الفظاعة. العربية كانت متدمرة تماما، كانت عبارة عن حتة خردة، وكان واضح إن كان في قنبلتين في العربية، واحدة قدام والتانية ورا، وكل واحدة عملت حفرة في الأرض تحت العربية. مارجريت وابنها سكوت اللي كان عنده 21 سنة كانوا جوه العربية وكانوا خلاص فارقوا الحياة. أما بنتها كارول لين اللي كان عندها وقتها 40 سنة كانت واقعة على النجيلة وكانت بتصرخ. كارول كان ماسك فيها النار وقلعت البلوزة وهي بتحاول تطفي نفسها، واتصابت بحروق من الدرجة الثالثة غطت تلت جسمها، وطبعا خدوها بسرعة للمستشفى. المحققين بعد ما اتأكدوا إن كان في قنبلتين انفجروا في العربية بدأوا يفكروا إزاي حاجة زي كده تحصل في حي راقي زي ده. هل في سر في حياة العيلة دي؟ هل في حد عايز ينتقم منهم؟ التحقيق في التفجير اللي حصل هيكشف عن أسرار كتير في حياة عيلة من أغنى أغنياء المدينة في الوقت ده. فريق المفرقعات كان بيقلب في حطام العربية اللي كانت قدام، وفي نفس الوقت المحققين دخلوا جوه البيت. لما دخلوا لقوا ستيفن ابن مارجريت الكبير. ستيفن كان موجود في البيت وما كانش في العربية معاهم وقت الانفجار، واللي لفت انتباههم أكتر إنه كان بارد بشكل غريب وكان مش فالق معاه اللي حصل. واحد غيره كان زمانه في حالة صدمة أو كان ركب مع أخته في عربية الإسعاف وراح معاها المستشفى، لكن ستيفن ما عملش أي حاجة من دي. ولكن طبعا الناس ردة فعلها بتكون مختلفة في المواقف اللي زي دي، وممكن يكون مثلا كان في حالة صدمة قوية. ولكن طبعا في أي جريمة قتل الكل مشتبه فيه لحد ما يثبتوا العكس. وعشان يعرفوا السر ورا الجريمة كان لازم يعرفوا معلومات أكتر عن عيلة بنسون. فعرفوا إن والد مارجريت هاري هاتشكوك كان راجل عصامي بدأ من الصفر لحد ما بنى عيلة بالطبع 1. إمبراطورية تبغ اسمها لانكستر ليف، وكانت من أكبر شركات التبغ في العالم كله. مارجريت بنته اتجوزت رجل أعمال ذكي وشاطر جدا زي باباها. الراجل ده اسمه إدوارد بيني بنسون. مع الوقت بيني مسك شغل العيلة وخلفوا بنتهم كارول لين، وبعد 7 سنين جابوا ستيفن. وبالمناسبة اسمها كارول لين ليس كارولين لأن الناس قد يرتبكون. بيني كان دايما مسافر عشان شغله، وكانوا بيقولوا عليه إنه أب صارم جدا وإنه كان مهتم بشغله أكتر بكتير من بيته وأولاده. ولكن مارجريت وأولادها كانوا عايشين حياة الرفاهية على الآخر. بيت فيه 17 أوضة، حمام سباحة كبير جدا، لا وإيه بقى اسمعوا دي، إكسسوارات الحمامات زي الحنفيات وكده كانت من الذهب عيار 14. والصيف بقى كانوا بيقضوه في بيت على البحر، والشتاء كانوا بيروحوا كندا في شاليه التزلج على الجليد. بنتهم كارولين كانت بنت جميلة جدا وشبه مامتها، ومارجريت كانت بتشجعها من وهي صغيرة تدخل مسابقات ملكات الجمال. ومارجريت كانت طايرة من الفرح لما بنتها كسبت المركز الثاني في مسابقة ملكة جمال نيو جيرسي سنة 1966. في الوقت ده ستيفن ابنهم كان بيحاول يكون عند حسن ظن أهله، ولكن في الحقيقة ستيفن كان شخص حساس شوية وانطوائي مقارنة بأخته. بس في نفس الوقت كان شاطر جدا في الإلكترونيات، وكان بيقعد بالساعات في غرفته يبني راديوهات وتلفزيونات بإيديه. ولما بقى عنده 13 سنة كارولين راحت الجامعة، ودي بقى كانت اللحظة اللي بيستناها ستيفن من زمان، إن أهله ياخدوا بالهم منه أكتر من كده. ولكن ده ما حصلش لأن وقتها مارجريت قررت تتبنى طفل صغير اسمه سكوت. ولكن كان في إشاعات دايرة في المدينة إن الطفل ده ابن كارولين، وإن مارجريت وبيني أصروا على إنها ما تحطهوش في دار أيتام، وإنه يتربى عندهم على إنه ابن مارجريت وبيني. بس كان في ناس كتير شايفين إن اللي عملوه ده كان لغرض في نفسهم، وهو إن يخلوا بنتهم تفضل فاكرة طول عمرها الغلطة اللي غلطتها.
وفي عز ما هم كانوا مهتمين بالبيبي الجديد، ستيفن الابن الهادي اللي عمره ما عمل أي مشكلة ولا غلط في أي حاجة فضل على جنب محدش مهتم بيه. وكل ما كبر كل ما كان عايز يثبت لأبوه وأمه إنه يقدر ينجح لوحده ويبقى رجل أعمال زيهم. ولكن المشكلة إن ستيفن لا كان عنده شطارة جده ولا طموح أبوه. ستيفن كان دايما بيفشل في أي حاجة يعملها. دخل كلية التجارة، سقط فيها 3 مرات، استلف آلاف الدولارات من أهله عشان يفتح مشروع تنسيق حدائق وبرضه فشل، وجرب مشروع ورا التاني وكل مرة أهله بيساعدوه ويفشل، وبعد كده أهله يدفعوا الديون اللي عليه. بابا كان شايف إن هو ما عندوش شخصية وما يعرفش يتحمل مسؤولية الشغل. ستيفن اتجوز وهو عنده 21 سنة، وأهله اشتروا له بيت قصادهم في نفس الشارع. ولكن البيت اللي اشتروه والعربية اللي جابوها له كل حاجة كانت متسجلة باسم أهله. وطبعا مراته كانت متضايقة جدا من تحكمهم فيه، وبعد 6 سنين اتطلقوا. في الوقت ده سكوت الولد اللي اتبنوه كان بيكبر وكان على النقيض من ستيفن. سكوت كان وسيم واجتماعي ودمه خفيف وكان لاعب تنس ممتاز. وبسنة 1980 ستيفن اتجوز تاني، وباباه اداله وظيفة بسيطة على أمل إن هو في يوم من الأيام يمسك هو شغل الشركة. يبقى عنده الشغل بتاعه هو. لكن في نفس السنة دي بين اكتشف إن عنده سرطان في الرئة. وفي الحقيقة بيني كان هو اللي بيصرف وهو المتحكم في الفلوس، وزي ما تقولوا كده كان هو الوحيد في العيلة دي اللي كان عنده وعي لقيمة الفلوس. المهم لما بيني توفى، مارجريت ورثت 10 مليون دولار، وطبعا في الوقت ده دي كانت تعتبر ثروة كبيرة جدا، وحتى دلوقتي برضو تعتبر ثروة كبيرة. مارجريت بدأت تاخد مشورة ستيفن في إدارة الفلوس، وهنا ستيفن حس إنه أخيراً الفرصة جات له، وأخيراً هيمسك الفلوس بإيديه ويحقق حلمه وهيبقى رجل أعمال. لكن حلمه ده ما تحققش. مارجريت ما كانتش ناوية تسيبه يسيطر على الفلوس، وفضل ستيفن عايش تحت سيطرة مامته لغاية اليوم اللي مارجريت وابنها سكوت اتقتلوا لما عربيتهم انفجرت، وكارولين كانت في حالة حرجة في المستشفى. الوحيد اللي نجا من الحادثة دي هو ستيفن ابن مارجريت اللي عنده 34 سنة. والعجيب إن ستيفن رفض يتكلم مع المحققين، وقال إن المحامي بتاعه نصحه ما يتكلمش معاهم. في الحقيقة ستيفن كان بيتصرف بشكل مريب، ولكن بالطبع هذا لا يعتبر دليلاً على الإدانة. ولكن الغريب إن بعد الجريمة على طول المحققين لاحظوا إن ستيفن بيلف في المدينة بالعربية الفان البيضة بتاعته اللي كانت مطلخة بدم من الانفجار. الموضوع كان في منتهى الغرابة. ستيفن حتى ما فكرش يغسل العربية من الدم، وبسبب تصرفاته المريبة الشكوك زادت في ستيفن، وخصوصا كمان بعد ما المحققين اتكلموا مع المحاسب بتاع مارجريت اللي كان شغال في البيت عندهم وقت الانفجار. مارجريت كانت عينته من 4 سنين باقتراش من ستيفن، وده عشان يساعدها في إدارة أمورها المالية. مارجريت كان معاها 10 مليون دولار، ولكن الفلوس كانت بتطير منها بسرعة الصاروخ، وده لأنها بعد وفاة جوزها كانت بتصرف بطريقة خرافية. اشترت 10 عربيات و5 بيوت، وكانت لسه شارية بيت ب500,000 دولار. لا وكمان جابت يختين جداد، وفوق ده كله كانت لسه بتصرف على أولادها ال3 اللي خلاص كبروا، بما فيهم كارولين اللي كانت وقتها عندها 40 سنة ومطلقة وعندها طفلين. في الوقت ده كارول كانت بتحلم إنها تشتغل منتجة، ومارجريت كانت بتدفع لها مصاريف مدرسة السينما وكمان اشترت لها شقة. أما سكوت الابن الصغير فكان بيحلم يبقى نجم تنس عالمي، ومارجريت برضه كانت بتدعمه وكانت بتصرف عليه 7,000 دولار في الشهر. انتوا متخيلين المبلغ؟ وفي الثمانينات كمان 7,000 دولار. المهم كل فرد في العيلة كان عايز يبان إن هو إنسان ناجح وليه هدف، ولكن في الحقيقة كلهم كانوا عايشين على حساب مارجريت وفلوسها كانت بتخلص عليهم. ولكن أكتر واحد كان بيستنزف حسابات مارجريت هو ستيفن. مشروعه كان شغال عليه شركة أمن من المنازل، كان بيركب أجهزة إنذار في بيوت الأغنياء. مارجريت كانت هي اللي بتنول المشروع بتاعه، وكمان كانت بتدفع لستيفن مرتب، وستيفن كان شايف إن دي بداية الإمبراطورية لشركته الفظيعة. ولكن الحقيقة ستيفن ما كانش عنده لا طموح ولا عزيمة ولا بتاع شغل. وفي أوائل سنة 1985
المحاسب قال لمارجريت إنها صرفت $1.5 مليون في سنة واحدة، وإنها لو فضلت على الحالة دي هتفلس بعد كام سنة. هنا مارجريت اتصدمت وبدأت تكتب كل قرش صرفته على أولادها، وكانت مرعوبة وحاسة إن الفلوس بتتبخر قدام عينيها. لكن في نفس الوقت ده كانت مارجريت مشغولة للغاية مع ابنها سكوت، بقى دلوقتي شاب مراهق وسلوكه بقى خطير جدا. الولد كان بيعلي صوته ويكسر أي حاجة في وشه وبيشرب مخدرات. الولد كانت تصرفاته مجنونة على الآخر، يعني على سبيل المثال مثلا ممكن يسوق عربية ويرميها في النهر. حاجات عجيبة وغريبة جدا كان بيعملها، لدرجة إن مارجريت بلغت عنه قبل كده وكمان حطته في مستشفى للأمراض النفسية. ولكن قبل ما تعمل كده سجلت تهديداته العنيفة ليها على شريط كاسيت. أما ابنها ستيفن كان على النقيض، كان هو اللي دايما بيحاول يبقى حمامة السلام، والناس كلها كانت شايفينه ده العاقل اللي فيهم، وهو اللي كان دايما بيهدي سكوت، وأمه كانت دايما بتاخده بنصيحته. بس ده برضه ما يمنعش إن هو كمان كان بيستغلها. ستيفن كان بياخد شيكات من مارجريت بشكل منتظم عشان شركاته بتاعة الأمن، ولكن في الحقيقة ما كانش بيعمل كده. كان بياخد الشيكات ويحول الفلوس دي لشركة تانية كان فاتحها وما كانش قايل لها عليها، كان ناوي يخليها المشروع بتاعه هو وبس. ولكن في أوائل سنة 1985 المحاسب اكتشف موضوع الشركة اللي مش قايل لمامته عليها. ولكن لما مارجريت واجهت ستيفن باللي عرفته وسألته عن الشركة دي، أنكر إنها موجودة. والعجيب إن مارجريت صدقته ونسيت الموضوع لأنها كانت مشغولة بتحضيرات السفر لأوروبا مع سكوت. ولكن قبل ما مارجريت تسافر أوروبا، ستيفن قال لها إن هو مش قادر يدفع المرتبات بتاعة الشركة وطلب منها تمضي شيكين على بياض، ومارجريت مضت الشيكين. يعني هي كانت زعلانة إن هو بيصرف كتير، بس في نفس الوقت سابت له الشيكين على بياض. ستيف كتب في الشيكات مبلغ $50,000 وأودعهم في حساب الشركة بتاعته، وبعد كده كتب شيك بدفعة مقدمة لبيت جديد اشتراه لنفسه. لكن مارجريت وهي في أوروبا سمعت بحكاية البيت الجديد من المحاسب بتاعهم، وطبعا كانت متعصبة منه جدا وقررت تقطع رحلتها وترجع. وفي 8 يوليو سنة 1985 مارجريت والمحاسب راحوا لمكتب ستيفن وسألوه جابوا تمن البيت منين. ستيفن قال لهم إن هو باع العربية الداتسون بتاعته، فمارجريت راحت بنفسها مع المحاسب عشان تشوف البيت، ولما وصلت هناك شافت بعينها العربية الداتسون بتاعة ستيفن، وهنا أدركت إن ستيفن بيكذب عليها، وطبعا كانت متضايقة جدا منه، وبدأت تفكر بجدية إنها توقفه عند حده، وقالت له هتبعت المحاسب لمكتبه عشان يراجع الحسابات. ستيفن كان طول عمره بياخد فلوس من أهله، وعمره أبدا ما امتلك أي حاجة باسمه، عمر ما كان عنده عربية أو بيت باسمه. واحتمال يكون ستيفن قال لنفسه كفاية لغاية هنا، أنا عايز أمتلك حاجة باسمي. خلينا دلوقتي نرجع تاني لانفجار العربية اللي بسببه مارجريت وابنها سكوت ماتوا، وكارول لين دخلت المستشفى من شدة الانفجار. المحققين كانوا بيجمعوا قطع من العربية من على بعد عشرات الأمتار من مكان العربية، وبعد أيام من لم حطام العربية المحققين لقوا اللي كانوا بيدوروا عليه. لقوا قطع من مواسير وأجزاء من القنبلة ركبوها على بعض، وكانوا عبارة عن قنبلتين وزنهم تقريبا 11 كيلو. الماسورة كانت 12 إنش بقطر 4 إنش. كمان لقوا قطعة صغيرة من لوحات إلكترونية وبطاريات، وده خلاهم يستنتجوا إن القنبلة ما كانتش متوصلة بمحرك العربية، لكن كان في جهاز إلكتروني هو اللي فجرها. المهم في جنازة مارجريت وسكوت المحققين عرفوا أهم معلومة في القضية كلها. ستيفن كان بيحكي لواحد من اللي حضروا الجنازة إنه من ضمن هواياته وهو صغير إن هو يصنع متفجرات، وطبعا الشرطة لما عرفوا الكلام ده الشكوك بقت أقوى في ستيفن. وبعد أسبوعين من الجريمة الشاهدة الوحيدة على الانفجار بقت جاهزة تتكلم من على سريرها في مستشفى الحروق. المحققين راحوا يتكلموا مع كارول لين اللي كانت لسه في العناية المركزة. كارول لين بدأت تحكي اللي حصل قبل الجريمة بيوم. قالت إنها راحت تزور مامتها وتساعدها في تجهيزات البيت الجديد، وقالت إن يومها مامتها رجعت البيت بعد ما قابلت ستيفن في شركته، وكانت متعصبة منه بعد ما عرفت اللي كان مخبيه عنها، البيت الجديد اللي اشتراه والشركة اللي فتحها من وراها. لكن في نفس الليلة ستيفن اتصل بمامته واقترح إنهم كلهم يتجمعوا بكرة الصبح ويروحوا يشوفوا البيت الجديد. وتاني يوم الصبح كارول لين ومامتها كانوا قاعدين في المطبخ مع المحاسب. وقتها ستيفن وصل بالعربية الفان البيضة بتاعت شركته، دخل البيت وسألهم لو حد عايز ياكل دونتس، وقال أنا هروح أجيب لكم دونتس، وفعلا خرج من البيت يشتري الدونتس. ولكن وقتها كارول لين لاحظة حاجة مهمة جدا. ستيفن ما أخدش العربية الفان اللي جه بيها، وأخد عربية العيلة الشوفرليه، والمفروض إنه كان رايح محل قريب جدا منهم، ومع ذلك أخد وقت طويل على ما رجع. أخد حوالي ساعة،
وقتها مارجريت وكارولين وسكوت كانوا مستنيينه، وكلهم خرجوا من البيت وراحوا ناحية العربية. ستيفن بدأ يراكب الناس بنفسه جوه العربية، خلى مامته تقعد في الكرسي الأمامي جنب السواق، وطلب من سكوت إنه هو اللي يسوق العربية بداله، مع إنه هو اللي كان دايما بيسوق العربية، وخلى كارولين تقعد في الكرسي الخلفي فوق القنبلة على طول. كارول وهي بتدخل العربية، ستيفن ادى مفتاح العربية لسكوت، وبعدها قال إن هو نسى حاجة في البيت ورجع البيت. وبعدها بثواني كارول سمعت صوت زي طقطقة، وبعدها حصل انفجار ضخم جدا. كارولين بتقول إن كل اللي كانت حساه هو نار مولعة فيها وشعلة ضخمة جاية عليها بسرعة، وما كانتش عارفة هي إزاي قدرت تطلع نفسها من العربية. بعد ما طلعت من العربية فضلت تتدحرج على الأرض وهي بتحاول تطفي النار اللي ماسكة فيها. وأكتر شيء مؤلم كارولين قالته إنها شافت ستيفن وهو واقف قدام العربية، بصت له وهو كمان بصلها، والمؤلم إنه ما فكرش حتى يساعدها، سابها ورجع على البيت. وبعد لحظات القنبلة التانية انفجرت، وهنا كارولين فقدت الوعي. كارول وهي بتحكي صوتها كان مليان وجع، وما كانتش عايزة تصدق إن اللي عمل كده فيها أخوها. ولكن كارول كانت طول الوقت بتتكلم مع المحققين على إن سكوت أخوها، ولكن زي ما قلت لكم في الأول كان في ناس كتير قالوا إن سكوت في الأصل ابنها مش أخوها. فالمحققين لما واجهوها بالموضوع ده، كارول كانت مصدومة إنهم عارفين الحقيقة، وقالت إن فعلا سكوت يبقى ابنها. وفي الحقيقة اعتراف كارولين بإن سكوت ابنها خلى المحققين يصدقوا الحكاية بتاعتها أكتر. بس دلوقتي هم عايزين دليل يأكد إن ستيفن هو اللي صنع القنبلة وحطها في العربية، فقرروا يلفوا على كل محل في فلوريدا بيبيع النوع ده من الماسورة اللي اتعمل بيها القنبلة. الحلو بقى إن هم ملفوش كتير، لأن كان في محل على نصة الشارع اللي فيه مكتب ستيفن. لما راحوا المحل ده، الموظف اللي هناك كان فاكر كويس إنه باع أغطية معدنية وماسورتين معدن 12 إنش بقطر 4 إنش. الراجل لابس كاب ونضارة، وده كان يوم الخميس يعني قبل الجريمة ب4 أيام. المحققين لما استجوبوا الموظفين في الشركة عن ستيفن قالوا إن هم عمرهم ما شافوا ستيفن لابس كاب، ولكن يوم الخميس اللي قبل الجريمة على طول كان بيدور على كاب. كمان الموظف بتاع المحل كان عنده دليل تاني مهم جدا. الفاتورة اللي مضى عليها كان عليها بصمة كف شخص بيكتب بإيده الشمال، والمحققين كانوا عارفين إن ستيفن بيكتب بإيده الشمال، بس دلوقتي في عندهم بصمة كف على الفاتورة، ولكن ما عندهمش بصمات كف ستيفن. ومع الأسف في الوقت ده ستيفن جاب محامي، والمحامي ما كانش بيسمح للشرطة يتكلموا أبدا مع ستيفن، وطبعا رفض إن هم ياخدوا بصمات كف ستيفن. ولكن المحققين ما سكتوش وقدروا يطلعوا أمر عشان ياخدوا البصمات بتاعته، وفعلا راحوا خدوا بصمة الكف بتاعته وبعتوا البصمة لخبير مختص، وزي ما توقعتوا البصمات كانت متطابقة. وأخيرا الشرطة قبضت على ستيفن بنسون. وعايز أقول لكم إن ستيفن كان هادي جدا وقتها، لدرجة إنه نام وهم بيستجوبوه. واخدينه في العربية بعد ما قبضوا عليه. المهم توجه له تهمتين: قتل عمد من الدرجة الأولى وتهمة محاولة القتل. والمحاكمة بتاعته ابتدت في يوليو سنة 1986، والاهتمام الإعلامي كان كبير جدا، والمحاكمة اتصورت بالكامل من أولها لآخرها، وقارة المحكمة كانت مليانة صحفيين من كل مكان. ولكن في أول يوم في المحاكمة محامي ستيفن كان عنده حكاية غريبة عن سكوت ابن كارول لين. قال إن في أدلة بتثبت إن سكوت مش بس كان بيتعاطى مخدرات، ده كان شغال فيها. ومعروف إن تجار المخدرات ممكن يقتلوا بالطريقة دي لو حد اختلف معاهم. الغريب إن في آخر الجلسة في المحكمة ستيفن كان زي ما يكون بيعيط. في الحقيقة محدش من عيلته كان واقف جنبه. مراته سابته وأخدت ولادهم ال3 وسافرت تعيش مع أهلها، وأخته الشاهدة الوحيدة وقتها خرجت من المستشفى وكانت مستعدة تشهد باللي حصل. كارول لين التي كانت ملكة جمال دلوقتي أصبحت مشوهة بسبب الحروق، ومع ذلك كارول على وشك إنها تسرق الأضواء من أخوها. وفي تاني يوم من المحاكمة كارول لين كانت متلخبطة ومش قادرة تستوعب إن ستيفن عمل كده، وفي الحقيقة ما كانتش عايزة تورطه، ولكن في الآخر قررت تقول الحقيقة وحكت اللحظات اللي قبل الانفجار على طول. ودي كانت أول مرة كارول لين تعترف قدام الكل
علنا إن سكوت يبقى ابنها. فتعالوا كده نشوف جزء صغير من شهادة كارول في المحكمة وحصل هي بعد ما طلعت من العربية. لو أخدتوا بالكوا، كارولين وهي بتشهد الكرسي بتاعها كان متوجه ناحية هيئة المحلفين، وظهرها كان لأخوها، وده لأنها ما كانتش قادرة تبصله. ولكن في نفس الوقت ستيفن كان بيبصلها طول الوقت ومفيش أي تعبير على وشه. المهم كان في أدلة كتيرة جدا بتثبت إن ستيفن كان بياخد الفلوس من حسابات مامته لشركته الخاصة، وإنه كان عنده المعرفة والخبرة اللي تخليه يعرف يصنع قنابل، وإنه اشترى بالفعل مكونات القنابل اللي حطهم في العربية. ولكن طبعا محامي ستيفن حاول بكل الطرق إنه ينفي التهمة من عليه، وقال إن على الأغلب السبب في اللي حصل هو سكوت، الابن المتمرد المتهور. وقال إن سكوت تصرفاته كلها كانت مجنونة، بدليل إنه دخل المصحة النفسية واتقبض عليه قبل كده. أما ستيفن كان هو حمامة السلام في العيلة دي، فاستحالة يكون هو المسؤول عن اللي حصل. بعد كده المحامي شغل التسجيل اللي مارجريت سجلته قبل الجريمة بسنة لسكوت وهو بيهددها. محامي ستيفن جاب شهود عشان يحاول يربط ما بين تعاطي سكوت للمخدرات والجريمة، والشهود كلهم أجمعوا إن سكوت كان بيشرب مخدرات، ولكن المشكلة إن محدش قدر يربط سكوت بأي تاجر مخدرات يكون عايز يأذيه. ده غير كمان إن سكوت كان بيشتري مخدرات بكميات بسيطة، وهو عمره ما اشترى أي حاجة تخلي أي حد عايز ينتقم منه. وهنا القاضي قال للمحامي ستيفن إنه بيضيع وقت المحكمة بحكايات ملهاش أي لازمة عن سكوت، وكل ده كلام فاضي. وفي المرافعة الختامية المدعي العام قدم الأدلة اللي تثبت الجريمة على ستيفن: بصمات كف ستيفن على الفاتورة، وكشف البنك اللي بيثبت إن هو كان بيغتصب فلوس من مامته، وكمان رسم صورة كاملة لعلاقة ستيفن بأمه، وقال إن هو كان ابن مدلل مليان غل قرر يقتل عشان يهرب من سيطرة أمه. جد ستيفن اللي هو والد مارجريت هاري هيتشكوك حضر الجلسة الأخيرة، وكان بارم جدا عليه إن هو متدمر. الراجل ده بنى إمبراطورية من لا شيء وسابها لأولاده وأحفاده، ولكن هم ضيعوا كل حاجة. والناس اللي كانوا حاضرين في المحكمة قالوا إن هو ما بصش على حفيده ستيفن ولا مرة. وفي النهاية هيئة المحلفين قرروا إن ستيفن بنسون مدان بجريمة القتل العمد من الدرجة الأولى. لما الأحكام كانت بتتقال، ستيفن ما كانش عنده أي تعابير على وشه، ولا دمعة ولا كلمة ولا أي حاجة. وفي جلسة النطق بالحكم هيئة المحلفين ما اتفقوش على حكم الإعدام، ولذلك اتحكم عليه حكمين: سجن مدى الحياة. وطول الفترة دي ستيفن عمره ما قال لحد هو ليه عمل كده، بس كان في ناس بتعتقد إن الدافع ما كانش الفلوس، ولكن السبب إن أمه كانت مسيطرة على كل حاجة، وستيفن شاف إنه طول ما هي عايشة عمره ما هيعرف يخرج من تحت سيطرتها، فقرر إن هو يخلص عليهم وعلى أخته وابنها. ولكن في رأيي أنا هو كان عايز يخلص عليهم كلهم عشان يبقى هو الوريث الوحيد، والله أعلم. وفي النهاية كارولين ورثت ثروة مامتها 10 مليون دولار، وستيفن ما خدش ولا حاجة، وحتى ما كانش معاه فلوس عشان يقدم على استئناف. أما الجد هاري هيتشكوك اتوفى بعد المحاكمة ب3 سنين، وكان شايف إن الفلوس اللي جمعها بوظت ولاده، وكان ندمان جدا وزعلان، ولذلك قرر إن الفلوس بتاعته تتوزع بعد وفاته على جمعيات خيرية ويدي لأسرته حاجة بسيطة جدا. وسبحان الله سنة 2015 ستيفن بنسون وهو في السجن في مسجون هجم عليه وطعنه في رقبته وتوفى وهو عنده 63 سنة. والحاجة اللي ممكن نطلع بيها من القصة دي إن أحيانا الفلوس بتبقى نقمة على أصحابها. وكالعادة أحب أعرف رأيكم في قضية النهاردة، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، وشوفكم على خير في حلقة جديدة.